في مصر لما عمرو دياب يتكلم الناس تسمع، ولما تامر حسني يرد الدنيا تقلب. مش خناقة على المركز الأول، دي معركة بين جيلين، جمهورين ورؤيتين للفن. تعالوا نرجع خطوتين لورا ونشوف مين اللي بدأ اللعبة ومين بيتصدرها دلوقتي. الهضبة نزل تصنيف رسمي لأكتر الألبومات استماعاً من سبوتيفاي وأنغامي. ألبومه طبعاً كان في المركز الأول، لكن ألبوم لينا معاد لتامر كان في المركز الرابع، وده اللي اعتبره جمهور تامر تقليل متعمد مش مجرد نشر ترتيب. تامر حسني نزل ستوري ناري على انستجرام وقال فيه: ألبومي مش رقم 4، كنت رقم 1 على اليوتيوب 10 أيام، ما حبيتش أعمل زيك وأنزلك تحت، أنت أكبر من كده، مش مستني تعمل كده عشان تطلع فوق. كلام واضح مباشر، والأول مرة من تامر اللهجة فيها نبرة عتاب وحتى هجوم. عمرو دياب ما قالش ولا كلمة، الهضبة كأنه بيقول لتامر حسني كمل كلامك ويانا يا لأ. هو سكت بس نزل بوست كان عبارة عن أرقام من سبوتيفاي وأنغامي بتأكد تصدره. عمرو دياب سكت بس ساب الأرقام ترد. جمهور الهضبة بيقول ده الرد الأشيك، جمهور تامر بيقول السكوت هنا مش حكمة، ده تعالي. طب السوشيال كان رأيه ايه؟ بصراحة الناس اختلفت حبتين، في ناس قالوا تامر عنده حق، الهضبة مش محتاج يلعب بالطريقة دي، وفي ناس تانية قالت الهضبة نزل أرقام رسمية، انت زعلان ليه؟ وطبعا شوية متعاطفين كان رأيهم ان دي مش أول مرة تامر يحس انه مظلوم في التصنيفات. السؤال هنا مش مين الأول، السؤال هل فعلا الهضبة قاصد يقلل ولا دي أرقام حقيقية؟ هل تامر عنده عقدة مقارنة مزمنة ولا بيتكلم عن غلب فنان مش واخد حقه؟ بين اللي فوق في الأرقام واللي فوق في قلوب الناس دايما هتفضل الخناقة مش على المركز الأول، الخناقة على مين يستحقه. كانت معاكم حبيبة جمال والكرياتيف بروديوسر محمد جلال. استنونا في الحلقة الجاية، وما تنسوش اللايك والشير والفولو عشان الترند الجاي محتاجك تبقى صاحي.